ليلى صاحبتي عارفاها؟ فركشت جوازها قبل الفرح ب10 ايام. قالت مش لاقيه نفسي معاه، وكمان وجوده مش مؤثر في حياتي، حاساه هيلخبط لي الدنيا ويعطل لي شغلي. كلام غريب كده. لا انا بجد مش مصدقه. طب تصدقي دي فكره؟ طب اقول لك ايه، باي، هكلمك تاني والله، باي. تقريبا طلع الموضوع كبير، لازم اشوف البنات ونشوف القصه دي. يلا بينا. أكيد الست زمان غير دلوقتي، مهما كانت الصفات الأساسية هي لكن كل زمن غير التاني. زمن الست كانت أمينة وسيد ومسلوبة الرأي والإرادة، شوية شوية بقت الست ظاهرة وليها دور لحد ما بقت وزيرة وسفيرة وتصدرت المشهد في كل المجالات. كفايه فاهم. انتوا هتزفوني على ايه؟ وانا رايح الحجاز؟ تروح وترجع بالسلامة يا السيد، ويجعل في وشك بهارة وفي حنكك سكرة يا رب. إلهي وانت جاي يفتح لك الأبواب المقفولة يا السيد ويغنمك السلامة يا رب. ايه، مش عايزة حاجة من بورسعيد؟ عايزة سلامتك يا السيد. مش عايز واحدة منكم ضفرها يبان، ها؟ ولا أسمر الشباك؟ احنا صحيح دفعة واحدة، إنما الحريم دايما حظهم أحسن. ما تقولش حريم، المرأة في الشرق خلاص خدت حقوقها. أمال عايزين إيه بقى؟ عايزين نوريكم إن إحنا نصلح للمراكز القيادية ولازم نثبت الحق ده. وماله يا أختي ثبتوه. وبعد ما كانت البنت ملهاش غير بيت جوزها والجواز والعيال، بقى شغلها هو مستقبل حياتها كله. وده مش بس رأي البنات اللي خلصت جامعة، لا ده كمان رأي البنات اللي لسه 12 و15 و18 سنة. الشغل ولا الجواز؟ الشغل اكيد. هنشتغل الاول، احنا هندرس بعد كده نشتغل، والجواز هيجي يعني كده بعدين. بس ممكن الجواز ده مثلا نخليكي ما تعرفيش تشتغلي، يبقى عندك مسؤوليه كده، فده نخليه في الاخر بقى. انت ليه شايفه ان معظم البنات دلوقتي تفكيرها بقت استقلاليه وشغلي وبتاع؟ زمان كانت البنات لازم تحب وكده ولا مش مهم الشغل وبتاع، ليه احنا اتغيرنا كده بقينا استقلاليين اكتر؟ النظام اتغير، حتى تفكيرنا كلنا اتغيرنا، فعادي مفيش بقى فرق ما بين البنات والولاد، واعتقد بنات تشتغل زي الولاد عادي، اللي هو زي ما الولد ليه شغله والبنت لازم يبقى ليها شغلها. ما ينفعش حاجه لما يكون مثلا الطرفين بيشتغلوا والطرفين بيساعدوا بعض. شايفه ان انت ممكن تقدري توازني بين بيتك وشغلك؟ عادي، ما انا المفروض ان انا لو هتجوز مثلا لازم اكون مثلا ظابطه وقتي، لان انا مش هحط نفسي في علاقه وانا مثلا مش قدها. لو ارتبطت بواحده، هل شايف ان هي تكون بتشتغل وتركز في شغلها، ولا لا سيبي شغلك بقى وافضي للبيت وكده ما عنديش حد يشتغل؟ لا ممكن تشتغل، بس يعني تعرف تواظب بين البيت وبين جوزها يعني. والله هي لو مش مقصره في البيت ما عنديش مشاكل، بس لو قصرت في البيت اكيد هعترض على شغلها يعني. ما عرفتش توفق، ايه الحل؟ لا هطلب منها انها تسيب الشغل. طب انت شايفه ان الراجل اللي بيطلب من الست ان هي تسيب شغلها دي غيره ولا نفسيه؟ هو على حسب برضو، يعني على حسب شخصيته. في رجاله بتبقى غيرانه وبيخافوا على مراتاتهم، وفي ناس بتبقى سيطره مش اكتر. يكون بيغير عليكي فكده عايزك تسيبي الشغل بتاعك. مفيش الكلام ده، اللي بيحب حد بيدعمه ان هو بيكون احسن، يعني يكون للاحسن.
أكيد الأهمية دي هم مش شايفينها من فراغ، وليها أسبابها، لأن كفة الشغل طلعت أتقل بالنسبة لهم بكتير من كفة الجواز، وده اللي بيخلي بنات كتير جدا مش بس يأجلوا جوازهم ومش في اعتبارهم أزمة السن وإن البنت كبرت وعدت ال30 والكلام ده خالص. ده ممكن كمان تقرر إنها تلغي جوازها قبل الفرح بأيام من الشهور، وده أكيد سببه إن شغلها ادالها الأمان والاستقرار اللي للأسف الراجل في حياتها معرفش يحسسها بيهم. كمان إحساسها بالاستقلال وإنها سيدة قرارها دي حاجة عاشت عشان تحققها، لأن في ستات كتير عاشت عمرها ملهاش حق فيهم، والموروث ده عمل عقدة لأجيال مش جيل واحد بس. فطلعت البنت بعد كده كل همها تثبت إنها تقدر تشتغل وتنجح وما تكونش مجرد خيال ظل. ومن أكبر الأسباب كمان إن البنت ممكن تفضل شغلها وتختاره عن الجواز، إن الطرف التاني ما بيتحملش المسؤولية. أكيد مش هنعمم، بس فعلا في أيامنا دي البنت بقت أجدع وأقوى، ورجالة كتير بقوا معتمدين على زوجاتهم بشكل كبير، سواء تشارك في مصاريف البيت أو تشيل الشيلة كلها لوحدها، وهو مجرد خيال مآتة، وممكن كمان يكون وجوده زي عدمه ومش موجود أساسا. فبتكون الست هي راجل البيت الفعلي، ويرجعوا يقولوا هي الستات بقت عصبية ليه؟ ما هو ما ينفعش البيت يكون فيه 2 ستات أو 2 رجالة، كده البيت هيتدمر. فالبنات قالت وعلى ايه، ناخدها من قصرها احسن ونبني مستقبلنا ونجيب من الاخر وبناقص وجع الدماغ ووجع القلب، لان كده مش حياه. ولما يبقى في حياه مناسبه اهلا وسهلا، لو مفيش يبقى خلاص مفيش ومفيش مشكله، والحياه بيس ومكمله في مستقبلنا اللي رسمناه لنفسنا وخلاص. لو لقيتي الشخص اللي انت بتحبيه وطلب منك تسيبي شغلك، ايه هتعملي ايه؟ يعني لا مش هسيب شغلي يعني انا مش مع الست اللي تسيب شغلها يعني. لا هو انا اصلا قبل ما ابدا معاه في اي حاجه هقول له ان انا حابه ان انا اشتغل وكده، ساعتها نبقى نتفق لو هو حاببني هشتغل، لو مش حابب برضه هنتكلم في الموضوع ده يعني. كنت بتحبيه قوي وطلب منك لا تسيبي الشغل؟ بيحبني هيشجعني. هو كان في الاول مرحب بالشغل، بس بعد الجواز لقيتيه بقى اتقلب عليك وقال لك لا سيبي الشغل؟ لا ساعتها يعني هحاول اتكلم معاه بهدوء يعني افهم يعني. لا هي طالما ان هي قررت من قبل الجواز ان هي هتشتغل يبقى تكمل شغلها، هو لو رجع في كلامه بعد كده لا خلاص انفصل. انت متفق معايا من الاول، هو مش لعب عيال يعني. لا هو كان لازم يبقى فاهم ان انا لازم هيبقى عندي كاركتر في الشغل وشغلي هيبقى ثابت. هو لو مش عاجبه بقى يروح يشوف له واحده ثانيه ما عرفنيش. لا هحاول اتناقش معاه، لو موافقش اصلا في الاخر هي دي ممكن تبقى مشكله بقى، اللي هو لا خلاص ممكن ما نتجوزش ساعتها. وفي اللي مشكلتهم عين في الجنة وعين في النار، عاوزين شغلهم وعاوزين يتجوزوا بس ما عندهمش القدرة ان هم يوفقوا بين الاتنين، ودول واضحين جدا مع نفسهم، اتعلموا من تجارب غيرهم اللي كانت لناس بيوتها تأثرت بشغلها واللي بيوتهم انتهت بالانفصال بسبب إهمالها في البيت واهتمامها الزايد بشغلها وغيابها لفترات طويلة عن البيت. في بقى كمان نوع خلاف دائم في البيوت بين اللي جوزها رافض اساسا شغلها، سواء كانت بتشتغل من قبل الجواز او فكرت انها تستنى لما اولادها يكبروا شويه وترجع تحقق حلمها تاني. وفي اللي قدرت كمان توفق وشغلها صعب. الامر نسبي، حالات واشكال كتير لخلافات وصراعات عن الشغل ولا الجواز انحازت فيها بنات كتير لمشروع الجواز وحسمتها بنات اكتر لصالح الشغل. في كل الاحوال القرار مبني على حياه كل واحده فيكم، والاختيار راجع ليكم. بنات دلوقتي غير بنات زمان، البنت اهتمامها بدراستها وشغلها بقى هو الأولوية عندها أكتر من أي حاجة تانية، حتى أكتر من إنها تتجوز وتلاقي شريك حياتها. بقى دلوقتي إنها تحقق ذاتها هي الخطوة الأولى والأهم. وبنات كتير أجلت فكرة الجواز لحد ما توصل للتارجت اللي هي حطاه في دماغها وبتسعى إنها تحققه. معانا النهارده سما وهتتكلم معانا ونعرف أكتر عن تجربتها وتجارب البنات صحابها، ويا ترى دماغها إيه في الشغل. ازيك يا سما؟ ازيك عامله ايه؟ قولي لنا بقى الشغل عامل معاكي ايه؟ تختاري الشغل ولا الجواز؟ الشغل طبعا. ليه بقى؟ لان انا بالنسبه لي الانسان الناجح في شغله هو هيكون ناجح في حياته الشخصيه وفي كل حاجه. فانت بتختاري الشغل دايركت على طول؟ خلاص هتنسي موضوع الجواز ده؟ لا مش هنساه طبعا، هيكون موجود في حياتي بس خطوه مؤجله شويه، لما الاول انجح في شغلي واحقق اللي انا نفسي فيه بعدين افكر في الجواز. هو اكيد الشغل مهم برضو، بس مهم برضو ان انت تكوني عايزه تكوني اسره وبيت واولاد وكده، فانت رايك ايه في الموضوع ده؟ طبعا هو مهم ان انا يكون عندي اسره، بس الاهم ان انا اشتغل وابني نفسي ويكون عندي شخصيه مستقله علشان اعرف اكون ناجحه في حياتي الشخصيه واعرف اربي ولادي صح. طب انت شايفه ان صعب ان انت تلاقي
الحد اللي انت بتتمنيه مع شغلك؟ لا مش صعب خالص. انا شايفه ان مادام هقدر ان انا اوفق ما بين شغلي وحياتي وبيتي يبقى صح ان انا اشتغل. انا عايزه اعرف ايه الشغل اللي مخليكي مكرره مش قادره تستحملي حد بسببه ده؟ بصي انا اشتغلت حاجات كتير قوي كلها ليها علاقه بالفن. انا شخصيه مور ارتستيك اكتر. فانا بدات الاول في سن صغير الميديا وتمثيل واعلانات وبرامج، بس بعد كده لقيت نفسي اكتر في الميك اب، لان انا بالنسبه لي الموديلنج ما كانش لايف تايم كارير. فبقيت بشتغل في الميك اب، اشتغلت على نفسي اكتر واخدت كورسز وطورت من نفسي لحد ما وصلت اللي انا فيه، ولسه ان شاء الله اوصل لحاجات تانية. شايفه انجازك في شغلك بيحقق لك ايه؟ هو انجازي في شغلي ان هو بنى جزء كبير قوي من شخصيتي، هو اللي هيقدر يخليني بعد كده ابقى ناجحه في حياتي الشخصيه، لان انا شايفه ان الانسان الفاشل في شغله هيبقى فاشل في حياته الشخصيه. بشوف دايما اللي دايما متعلق بشغله قوي كده بيبقى بادئ من بدري. بداتي من امتى؟ انا بدات من وانا عندي 16 سنه. بدات از موديل، ويعني اشتغلت بره مصر وجوه مصر، بس انا حبيت اكتر مجال الميك اب. طب حابه توصلي لحد فين في شغلك؟ يعني طموحاتك؟ انا حابه ان انا افضل اشتغل على نفسي اكتر لحد ما اقدر اعمل ميك اب لاين يكون خاص بيا باسمك ويكون انترناشونال. طيب تحبي تقولي ايه وتنصحي البنات بايه بان هم عايزين يشتغلوا؟ يعني تنصحيهم ان هم يشتغلوا ولا هم يركزوا في الجواز؟ تنصحيهم بايه؟ انصحهم ان هم لازم يشتغلوا ولازم يبنوا شخصيتهم الاول ويعدوا باكسبيرينسز كتيره قوي علشان يقدروا يتحملوا مسؤوليه بيت. طب لو كنت اتجوزتي وخيارك بين شغلك او ان انت تكملي معاه، هتختاري ايه؟ هو انا من الاول اصلا هختار شريك حياتي ان هو يكون عقليته متقبله ان انا اشتغل، لان انا مش هقدر اكون مع حد اقعد في البيت، لان انا ما اتعلمتش كل حياتي والشهادات دي كلها عشان اتفرج عليهم في البيت. وجهة نظر عامة طبعا. يعني انت عمرك ما هتتنازلي عن شغلك ابدا؟ عمري، لان ده بالنسبه لي هيبقى فشل. شايفه ان نجاحك في شغلك بس؟ نجاحي في شغلي لان هو اللي هيخليني انجح في حياتي الشخصيه. ميرسي قوي ليكي يا سما. ميرسي، نورتينا وشرفتينا في برنامج حوارات بنات، وهنروح وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مع فقرة الكوميكس. تعالوا نشوف الكوميكس بتاعتنا النهاردة. الجواز ولا ورق العنب؟ البتنجان والكوسة. ايه ده يا مدام؟ اسفة والله، كنت مستعجلة وانا نازلة الشغل الصبح. لما تلاقي واحدة عاملة تشيك ان في مطعم وكاتبة celebrating Valentine's Day، نسيت نفسها بنت بتاع الجزر. اللي بيحصل معايا ده مش حسد، ده سحر اسود، لعنة فراعنة، حاجة في الرينج ده. شفت بعيني بوست التلقيح عليا على الفيسبوك، رحت مديله قلب احمر جاب اجله باشا. انا حاسه ان شغلي معطلني عن مستقبلي. ما بلاش الكلام اللي يصحي الضمير ده. ده احنا هنشوف ايام سودا يا جدعان. وهل حصل ذلك فعلا جدا؟ يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ قبل ما نسيبكم هنعلن النهارده عن الفايزه على البيج بتاعتنا. انتوا كمان ممكن تكونوا من الفايزين لو تفاعلتوا مع البيج بتاعتنا وعملتوا لايك او كومنت او شير. هستناكم الحلقه الجايه. انا فرح كمال، باي.